ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم بقى عن النظافة الشخصية للبنات، وازاي بقى كده تبقى ريحتك قمر، تبقي ريحة قمر رايحة وريحة قمر جاية. الفيديو ده ان شاء الله ليكي، وازاي بقى انك تاخدي الشاور بتاعك بطريقة صح وريحتك تبقى حلوة كده وجميلة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي اول باول، وكمان دوسوا لايك على الفيديو ده واكتبوا لي في الكومنت الفيديو ده عجبكم ولا لا. ويلا بينا. اول حاجة هنتكلم عليها الشاور. قبل ما اخد الشاور بتاعي هعمل ايه؟ هجيب اي قطنة، اي قطن او اي منديل، وهبتدي احط بيبي اويل، اي بيبي اويل هبتدي احط عليه اي بيبي اويل، وابتدي بقى امسح الاماكن اللي هي بتتجمع فيها دهون او بكتيريا كتير، زي مثلا ورا الودان، ما بين المفاصل، ما بين صوابع الرجل، الاماكن الحساسة، كل المناطق دي ابتدي امسح كويس قوي بالقطنة اللي هي عليها البيبي اويل، الرقبة، صوابع الرجلين، كل الاماكن دي، علشان الاماكن دي فيها دهون مش هتدوب بالشاور جل، لا لازم تدوب بدهون زيها. فانا بدوب الدهون دي بدهون زيها، اللي هو ايه؟ اللي هو الزيت. فببتدي امسح بالزيت اللي هو على القطنة او على المنديل، وهمسح الاماكن دي. وبصي بقى في القطنة وشوفي ايه اللي هيطلع فيها، عشان مفيش اي حاجة هتدوب الدهون الا الطريقة دي. وبعد كده هغسل الجسم بالشاور بمية دافية علشان اتأكد ان كل الدهون دي دابت. واحاول ان الشاور بتاعي يبقى شاور كريم مش شاور جل، شاور كريم. اي شاور كريم ممكن تستخدميه، بيبقى كريمي خالص، خصوصا في الشتاء، لان في الشتاء بيبقى الكريم انعم وبيدي كمان ترطيب احلى. وبعد كده بغسل الجسم، واحاول ان المية تكون فترة، تكون يعني فترة يعني قريبة للسقعة. ليه؟ علشان اقفل مسام الجسم، ما تبقاش المية سخنة قوي فابقى طالعة من الشاور مسام جسمي كلها مفتحة. لا، انا بحاول ان انا المية تكون يعني فترة اقرب للسقعة شوية. وبعد كده بعد ما اخد الشاور بتاعي نشف الجسم بطريقة الطبطبة، ومنطقة الاندر ارم بنشفها خالص، احاول ما اخليش فيها اي مية، علشان لما احط ديودرنت بتاعي او مزيل العرق ما يتفاعلش بقى مع المية ويعمل لي ريحة تالتة خالص. فلا، انا بنشف المنطقة دي كويس قوي قوي قوي. وبعد كده بحط الديودرنت بتاعي، سواء اللي هو الرول، او مثلا ممكن استخدم اللي هو مزيل العرق اللي هو الكريم، برضو بيبقى حلو، بيدي ترطيب برضو كويس للجسم. وبعد كده بقى اي لوشن انت بتستخدميه، اي لوشن انت بترتاحي له هتدهني منه، هيديكي بقى ترطيب وريحة حلوة جدا. وادهني بقى منه كده جسمك كله كده، وحسي بقى بالترطيب والريحة الجميلة لجسمك والانتعاش والنضارة. لكن طبعا الاماكن الحساسة بيبقى ليها كريمات معينة، ترطيبات معينة، بيبقى ليها حاجات طبية، ممكن برضو موجود في الصيدليات انواع كتير. وبعد بقى ما ارطب الجسم كله اجيب بقى البيبي اويل بتاعي وادهن الجسم كله علشان اقفل المسام، عشان الزيت بيقفل الترطيب بتاع اللوشن. وهتقعدي بقى بالايام مش محتاجة انك ترطبي جسمك. للكوع بقى والرجلين واللي هي الاماكن الناشفة دي هتستخدمي الفازلين، هتحطي طبقة خفيفة من الفازلين، عشان في الشتاء بنبقى محتاجين بقى ترطيب عالي، فانت بقى تحطي الفازلين على الاماكن اللي هي تبقي حاسة انها ناشفة قوي، الفازلين بقى هيطري معاكي الدنيا دي كلها. وممكن بقى في تركاية كده انك تاخدي حتة من الفازلين وتحطيها حتة خفيفة، انا مش بحط كتير، لا انا بحط حتة بسيطة جدا، ابتدي بقى احط على اماكن النبض في الجسم كده الفازلين، وبعدين اخد السبراي بتاعي
اخد بقى السبراي بتاعي، اي سبراي انت بتستخدميه، اي سبراي انت بتحبيه، وابتدي بقى ايه ارش كده، ارش على اماكن النبض، وشوفي بقى الريحة والجمال والثبات بتاع السبراي. ممكن كمان تستخدمي المخمرية. المخمرية في الجل وفي اللي هو الكريمي اللي بيبقى زي ده. المخمرية برضو دي تحفة، تحطيها برضو على اماكن النبض في جسمك، تحطيها على اطراف شعرك. المخمرية بتدي ترطيب وريحة تحفة للجسم. اماكن النبض دي اللي هي بتبقى فين؟ بتبقى عند الايدين، عند الزور، ورا الركب، كمان عند الاكواع، هي دي اماكن النبض. حاولي كمان في الشتاء الشاور بتاعك يبقى مدته قصيرة، ما تطوليش قوي في الشاور في الشتاء، لان هتطولي اكتر هيسبب لك، هتلاقي جفاف في الجسم كتير قوي. وكمان برضو موضوع الغاز ده نخلي بالنا قوي في الشتاء بالذات. فحاولي ان مدة الشاور بتاعك تكون قصيرة في الشتاء بالذات على قد ما تقدر. في الشتاء بالذات ما تنسيش الديودرنت بتاعك او مزيل العرق، لان في الشتاء بالذات كمية الطبقات اللي احنا بنلبسها، فطبيعي كبني ادمين هنعرق، والمنطقة دي هتبقى ريحتها صعبة جدا. فاهم حاجة اهتمي بالديودرنت بتاعك يوميا، بس قبل ما تحطي الديودرنت لازم المنطقة دي تكون نظيفة تماما. حاولي تنظفيها خالص، يعني تاخدي شاور، او لو انتي مستعجلة مش هتاخدي شاور دلوقتي، نظفي المنطقة دي كويس قوي، وبعد كده تحطي الديودرنت بتاعك يوميا. وخصوصا كمان في الشتاء، الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب. اي بادي لوشن انت بتستخدميه، اي مرطب لجسمك، رطبي جسمك كله بشكل عام، خصوصا في الشتاء. الترطيب ده هيحميكي من حاجات كتير قوي، هيخلصك من الجلد الوزة لو انت عندك جلد الوزة، لو انت عندك جلد ميت، كل الحاجات دي هتتخلصي منها بالترطيب. على طول كده بشرتك هتبقى ناعمة ونضرة وحلوة. فدايما حاولي على قد ما تقدري على طول ترطبي بشرتك، خصوصا في الشتاء. الترطيب هيغير كده بشرة جسمك، وهيبقى جسمك على طول ناعم وجميل، وهيحافظ على شباب ونضار البشرة كده بشكل عام. طيب بالنسبة بقى لإزالة الشعر، هزيل الشعر ازاي؟ بالنسبة لي أفضل حاجة هي الشفرات منجزة وحلوة جدا، هتديكي ملمس ناعم وحلو قوي. طبعا تقدري تستخدمي اي طريقة انت بتحبيها. طبعا هو الليزر كويس قوي، بس لو ناس مثلا، لو حد مش قادر عليه او مش في مقدرته ان هو يعمل ليزر، فالشفرات حلوة جدا ومنجزة، وتقدري ان انت تستخدميها مع كل شاور. يعني مثلا بتاخدي شاور مرتين في الاسبوع، تستخدميها مرتين في الاسبوع او مرة على حسب انت روتين الشاور بتاعك ايه. شفرات فينوس حلوة جدا، انا بستخدمها بقالي فترة، جميلة جدا، واستخدامها سهل ومنجزة مع اي شاور باخدها معايا، حلوة جدا وسريعة قوي. وبعد ما بتخلصي بتعقميها بالكحول، وبعدين بتحطيها في الكفر بتاعها، وده طبعا بيحافظ عليها جدا. قبل بقى ما تستخدمي الشفرات بتوزعي اي بلسم على الجسم، او اي زيت برضو، ممكن البيبي اويل تحطيه على الجسم قبل ما تستخدمي الشفرة، او مثلا اي كريم، اي مادة كريمي عندك بتحطيها على الجسم، وبعدين بتبتدي ان انتي تعملي بالشفرة. فده طبعا يعني اي مادة كريمي او اي زيت بيخلي الشفرة ما تبقاش ناشفة قوي على الجسم، وبيخلي الموضوع يبقى اسهل، وكمان بيديكي ترطيب، والموضوع بيبقى اسهل بكتير. حاولي بقى بعد الشيفنج انك ما تستخدميش كريم يكون فيه عطور
عطر. لو استخدمتي كريم او اي بودي لوشن في نسبة عطور عالية او في اي عطر هيسبب لك تهيج للبشرة وحساسية. فحاولي على قد ما تقدري انك مثلا ممكن تستخدمي اي كريم طبي بعد الشيفنج، هيبقى افضل بالنسبة لك. وبس كده، يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك كتير على الفيديو ده، وكمان شيروه لكل اصحابكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي اول باول. واكتبوا لي بقى في الكومنتس الفيديو ده كان مفيد بالنسبة لكم ولا لا، وقولوا لي كمان لو حابين اعمل لكم بارت 2 اجزاء تانية عن النظافة الشخصية للبنات. فساعدوني بقى بافكار كده في الكومنت. وبس كده، بحبكم قوي، باي باي.